السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى ان شاء الله هعمل معاكم تورتة الكنافة بالمانجا بشكل جديد ومختلف، وان شاء الله هيعجبكم جدا. وهنلون مع بعض الكنافة ب3 ألوان مختلفين زي ما انتم شايفين كده، بطريقة سهلة وبسيطة جدا، باللون الأحمر والأخضر والبنفسج. بجد ألوانها تحفة وكان طعمها تحفة، كانت خطيرة بجد. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو وعجبتكم تورته الكنافه اللي انا عملتها معاكم النهارده، ما تنسوش تشتركوا في قناتي، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديده. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك وفي الشير. شايفين شكلها حلو ازاي وطعمها احلى كمان؟ بجد كانت خطيره. مفيش حد اصلا هيصدق ان انت عامله تورتايه زي دي في البيت. اول حاجه بقى انا انا جايبه كيلو كنافه، مقسماه على 3 كميات، عشان انا زي ما انتم شايفين انا عاملاها معاكم من 3 طبقات. بجيب كيلو كنافه بحطه بس في الفريزر كده لمده ساعتين. بعد كده بقى بطلعها من الفريزر على طول، بحطها في محضره الطعام وابتدي ان انا افرم الكنافه معاكم. انا خدت كده اول كميه وفرمتها زي ما انتم شايفين كده في محضره الطعام. انا بحطها بقى في الفريزر عشان ده بيساعدها ان هي تتفرم معايا بسهوله، احسن ما افرمها وهي لسه طريه كده. انا خلاص كده فرمتها فرمه خفيفه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى بنزل على الكنافه بتاعتي بمعلقه كبيره من السكر البودر ولون جل احمر. دي الوان طعام صحيه بتجيبيها من عند اي حد بيبيع مستلزمات حلواني. انزل كده بالنقط اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده بضربهم مع بعض تاني. لو حسيت ان اللون مثلا فاتح شويه ممكن تزودي لون تاني، يعني يا ريت ما تكتريش اللون من اول ما تعمليها. خلاص بقى كده انا زي ما انتوا شايفين بدات الكنافه معايا تتلون باللون اللي انتوا شايفينه الاحمر التحفه ده. بضربها كويس جدا بس مع بعض عشان اتاكد ان اللون اندمج كويس جدا مع الكنافه. خلاص بقى كده الكنافه بتاعتي اتلونت باللون الاحمر زي ما انتم شايفين كده. انا عملت بقى ال3 الوان بنفس الطريقه، اللي هو الاحمر والاخضر واللون البنفسجي، عشان انا بس هوريتكم بس اللون الاحمر بس، وانا مجهزه اللونين التانيين. انا بقى معايا كوبايه من السمنه، كوبايه كبيره من السمنه مسيحاها، بس يا ريت ما تبقاش سخنه، تبقى بس سايحه بس ما تبقاش سخنه، تبقى فتره بس كده. انا جبت بقى الصينيه اللي انا هسوي فيها الكنافه ونزلت فيها بكميه سمنه. هي سمنه للاسف مش باينه قوي، بس هي في كميه سمنه في الصينيه اللي انا هسوي فيها الكنافه، عشان بس الاضاءه كانت فاتحه شويه. بنزل بقى بكل كميه الكنافه اللي انا فرمتها بالشكل ده كده. ببتدي بقى ان انا اسويها كده، اخليها كلها نفس المقاس، وان انا اضغط عليها بايدي كويس جدا. بعد كده بقى بجيب صينيه بنفس حجم الصينيه اللي انا حاطه فيها الكنافه، وابتدي ان انا اضغط عليها كده بايدي الاتنين عشان تطلع كلها سوا واحد، تبقى تطلع كلها يعني بنفس المقاس. يا ريت قبل ما تبتدي في الكنافه بتاعتك تكوني مشغله الفرن على درجه حراره 200 عشان تدخل على طول على فرن ساخن. بعد بقى ما ضغطتها كده كويس جدا وزي ما انتم شايفين كده كلها بقت مقاس واحد، بجيب كده المعلقه اللي هي المخرمه دي او الكبشه، واجيب السمنه السايحه بتاعتي، وابتدي كده ان انا انزل عليها كده بالسمنه بالشكل ده. ميزه المعلقه دي ان هي بتوزع لي بس السمنه بشكل كويس. يا ريت تكون طبقه الكنافه كلها متغطيه بالسمنه. طبعا انتوا ممكن تقولوا ان كميه السمنه كتيره شويه، بس هي الكنافه الحلويات الشرقيه عامه بتحب السمنه كتير. بعد كده لما بتدخل الفرن هي بتاخد كميه السمنه اللي هي محتاجاها، بعد كده بتطرد بقيه كميه السمنه الزياده. احاول بس ان انا اغطيها كلها كده بالسمنه كويس جدا زي ما قلت لكم، عشان تطلع بس معاكم حلوه وطعمها حلو. يا ريت تستخدمي نوع السمنه كويس عشان يديكي نتيجه احسن. انا حطيت بقى قطعه من الكنافه كده بيضه على الوش عشان بس ان انا اعرف ان هي استوت. خلاص كده الكنافه بتاعتي زي ما انتم شايفين بقت جاهزه. بدخلها على فرن ساخن على درجه حراره 200. اول ما بلاقي قطعه الكنافه اللي هي لونها ابيض دي بقت لونها ذهبي كده حلو، يعني بطلعها على طول، بقت تبقى جاهزه معايا. انا هدخل بقى كده الكنافه الفرن، وابتدي بقى ان انا اعمل معاكم كريمه الحشو. انا مستخدمه هنا 500 جرام من الكريمه اللباني اللي هي كريمه الخفق بتاعه الحلويات. بنزل عليهم باتنين باكت كريم شانتيه اللي هو المحلى. لو ما عندكيش الكريم شانتيه اللي هو المحلى ده، ممكن تستخدمي نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام ونص كوبايه من السكر البودر المنخول. ببتدي بقى ان انا اضرب فيهم كده لحد القوام ما يتقل معايا. انا بحب اضيف الكريم شانتيه على الكريمه اللباني عشان بيساعد الكريمه بتاعتي ان هي ما تفصلش، مهما اضرب فيها ما بتفصلش معايا. افضل بس اضرب فيها كده شويه لحد القوام بتاعها ما بيتقل معايا. وكمان بيساعد ان الكريم شانتيه بيساعد ان الكريمه اللباني تتقل معاكي كمان بسرعه، ومهما ضربتيها عمرها ما بتفصل معاكي. زي ما انتوا شايفين بقى كده الكريمه بقت قوامها تقيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ده القوام اللي انا عايزاه.
خلاص بقى كده الكنافه بتاعتي بقت جاهزه، طلعتها من الفرن. زي ما انتم شايفين كده هي مش باينه قوي برضو عشان الاضاءه برضو للاسف فاتحه. هي قطعه الكنافه دي واخده لون ذهبي فاتح كده، لون حلو قوي. خلاص اول ما بتاخد في الفرن بقى اللون الذهبي الفاتح ده بعرف ان الكنافه بتاعتي ايه استوت. وعملت برضو اللونين الكنافه التانيين بنفس الطريقه كده. اول بقى ما بطلعها من الفرن باجي مصفيه منها اي سمنه زياده. ده بقى كده اللون البنفسج عملته برضو بنفس الطريقه، واللون الاخضر برضو بنفس الطريقه. بجيب بقى هنا الشربات التقيل بتاع الكنافه بتاعي. انا اقول لكم على طريقته. جبت كوبايه من السكر، نزلت عليهم بنص كوبايه من الميه وحطيتهم على النار. اول ما بيغلوا بنزل عليهم بنص عصره ليمونه وبسيبهم يغلوا بس ايه لمده 4 دقايق كده، لحد ما يبقى معاكي بالقوام التقيل اللي انتوا شايفينه ده. يا ريت بس يبقى الشربات بتاع الكنافه بتاعك يكون دافي شويه، عشان الكنافه بتاعتي انا سبتها لما بردت خالص عشان بس اعرف اعمل الطبقات بكل سهوله. لازم تسيبيها تبرد شويه، يعني تسيبيها ساعه كده ولا ساعتين لما الكنافه تهدى خالص. كمان ايه عشان ما تسيحلكيش الكريمه اول ما تحطيها. انا معايا هنا ده بقى كده زي كريم شانتيه، ده عشان انا اعمل بيه الاطار. انا مستخدمه بالبله اللي هي الساده خالص. انا ما ينفعش طبعا اعمل بكريمه الحشو والاطار اللي انا هعمله معاكم دلوقتي. ده كريم شانتيه اللي هو برضو الباكيتات دول 2 باكت. نزلت عليهم ب 250 مللي من الميه وضربتهم معايا لحد ايه ما تقلوا بالشكل ده، وبعد كده حطيتهم في كيس الحلواني. انا هعمل بقى الاطار ده كله من الكريم شانتيه. بعد كده بقى كريمه الحشو اللباني اللي انا عملتها معاكم هحطها كده في ايه على الكنافه. زي ما انتم شايفين كده كريمه الحشو بتبقى ما بتبقاش قوامها تقيل قوي، مهما ضربت فيها يبقى قوامها ايه يعني بيبقى سائل شويه. فما ينفعش ان انا اعمل بها الاطار اللي انتم شايفينه ده، ولا اعمل بها روزيتات ولا وردات ولا الحاجات دي بكريمه الخفق دي. يعني كريمه الخفق دي طبعا بيبقى طعمها احلى، بس ما ينفعش اعمل بها الاطار اللي انتوا شايفينه ده. فانا عملت الاطار بالكريم شانتيه، وعشان يبقى طعمها حلو عملت ايه الحشوه بالكريمه اللباني. وينفع برضو ان انت تحشيها كلها بكريم شانتيه. انا حطيت برضو ايه قطع من المانجا كده مكعبات، وحطيت نزلت كده بتاني طبقه من الكنافه اللي لونها اخضر، انزل برضو عليها كده بطبقه من الشربات بتاع الكنافه الدافي. احاول كده ان انا اوزع الشربات كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. اعمل بقى الاطار التاني من الكريم شانتيه. عمر بقى الكريمه اللباني ما تعمل لكم الاطار ده كده بكل سهوله، بتبقى ايه يعني سايله شويه. انا برضو عملت الاطار ونزلت بطبقه من الكريمه اللباني اللي انا خفقتها معاكم، ونزلت بقطعه من المانجا. انزل بثالث طبقه من الكنافه اللي هي لونها احمر، نزلت برضو عليها بنفس الطريقه بالشربات الكنافه. يا ريت بس ما تكتريش شربات قوي يعني عشان ما تبقاش ايه مسكره قوي، عشان احنا برضو عندنا الكريمه مسكره شويه. برضو عملت نفس الاطار وايه حشيتها برضو من القلب كده ايه بالكريمه اللباني. انزل بقى كده بكل قطع المانجا اللي معايا. انا معايا مانجايه بس هنا كبيره مقطعاها قطع كده زي ما انتم شايفين. انزل بقى كده بكل كميه المانجا اللي معايا على الوش كده زي ما انتم شايفين. بجد لو جربتوا الكنافه دي هتعجبكم جدا. زي ما انتم شايفين لوناها بكل سهوله وعملناها بكل سهوله مع بعضها. بجيب بقى ايه نص تفاحيه كده، اعمل بس جرنشه كده خفيفه للتورتايه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، بحطها بالطريقه دي. معايا برضو كيوي احطها برضو جنبها كده، بجد تحفه. ادينا لونا بقى مع بعض كده الكنافه بكل سهوله، ما خدتش معانا وقت ولا غلبه ولا اي حاجه خالص. اهم حاجه بس تكوني حاطه الكنافه في الفريزر بس تسيبيها لمده ساعتين عشان تتفرم معاكي في الكبه او محضره الطعام بكل سهوله. ده جيلي تلميع اللي هو على البارد. ده بتجيبيه برضو من اي حد بيبيع مستلزمات حلواني. ببتدي بقى كده ان انا ايه اوزعه كده على المانجا وعلى الفواكه بتاعتي بالفرشه. فايدة بقى جيل التلميع ده ان هو اول حاجة بيديني شكل حلو للفواكه بتاعتي وللتورتايه، بيخلي الفاكهة كده لونها بتلمع ولونها حلو. وتاني حاجة ان هو بيحافظ على عمر الفاكهة. يعني التورتايه دي لو قعدت معاكي يوم او يومين في التلاجة الفاكهة بتاعتك بتفضل بنفس اللون وما بتتبلش خالص. فهو مهم جدا يعني. كان معايا كده شوية كنافة كده من لونها احمر حطيتهم برضو على الكريمة كده عطوني شكل حلو. وده كده بقى الشكل النهائي لتورتايه الكنافة الملونة اللي بالمانجا. بجد تحفة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا، ومفيش اصلا اي حد هيصدق ان انت عامله حاجه زي كده في البيت. شايفين شكلها حلو ازاي وطعمها احلى كمان. كانت جميله جدا وكل اللي شافها ما كانش مصدق اصلا ان انا عاملاها في البيت. يا ريت بقى لو جربتوا تورتيه الكنافه بالمانجا بالالوان تكتبوا لي ايه رايكم في التعليقات لو عجبتكم. ويا ريت لو حابين اي وصفه جديده ان انا اعملها معاكم اكتبوا لي برده في التعليقات، وان شاء الله اعملها معاكم على طول.
يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده وعجبتكم تورتايه الكنافه بالمانجا بالطريقه الجديده اللي انتوا شفتوها معايا بقى النهارده دي، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديده، ويا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك، ويا ريت تعملوا شير كتير كتير للفيديو عشان الكل يستفاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.